القصة بتبدأ بحادث حريق كبير، ورجال الإطفاء في المكان بيحاولوا ينقذوا الناس. واحد من زمايلهم بينادي على كيم جا هونج اللي كان ماسك الحبل بعد ما نط من فوق المبنى. صاحبه بيقول له يمسك في إيده بسرعة علشان الحبل مولع وهيتقطع. فعلا الحبل بيتقطع وكيم جا هونج بيقع على الأرض وهو ماسك بنت في إيده. بعدها على طول بيصحى وبيبص حواليه مش فاهم هو فين، وبيمشي لحد ما بيوصل لبيت عيلة البنت اللي كان بينقذها وبيسألهم عن اسمها، بس مفيش حد بيرد. فجأة بيسمع ناس بتنادي باسمه، ولما بيبص حواليه بيلاقي حراس واقفين. هويك وداكت شون بيقول لهم يخلي بالهم من المكان، بس هما بيقربوا منه وبيعرفوه بنفسهم وبيقولوا له الحقيقة انه مات، وبيشرحوا له ان هما 3 حراس من العالم الاخر ووظيفتهم ان هما يدافعوا عنه خلال 7 محاكمات على مدار 49 يوم علشان يحددوا مصيره. كيم جا هونج بيبص بيلاقي جسمه مرمي على الارض وزمايله بيحاولوا ينقذوه، فبيبدأ يعيط وبيخاف لما بيستوعب اللي حصل. داكت شون بيقول له ان الحارس التالت غالبا دلوقتي في قاعة العزا بياكل، علشان كده مش معاهم. جا هونج بيترجاهم يسيبوه يشوف امه اخر مرة، بس بيتسحب فجأة في دوامة هواء قوية وبتختفي روحه، والحراس بيودعوه بايديهم. في قاعة العزا الحارس التالت جان جريم قاعد بياكل في هدوء. بعد ما بيخلص اكل بيشوف ام كيم جا هونج قاعدة قدام صورته حزينة وساكتة، وهو ماشي بيشوف اخوه الصغير داخل وبيقول لامه يلا نروح. وبعدها بيسمع المذيع بيناديهم علشان يجوا يستلموا الجثة. في العالم الاخر كيم جا هونج والحراس بيوصلوا لبوابة الحياة التانية، وفي الطريق الحارس هيوان ماك بيشرح له عن التمثال اللي قدامهم. وبعدها بيقابلوا الزعيم بتاعهم جان جريم الحارس التالت، ومع ناس تانية رايحة تحضر المحاكمات. جان جريم بيرحب بجا هونج وبيقول له ان باراجون يعني واحد مات موتة بريئة من غير ذنب، بس جا هونج بيرفض اللقب وبيقول له ما يندهوش كده. الحارس داكت شون بيحط بطاقة الهوية بتاعته في الحيطة، فبتظهر بياناته وبيتأكدوا انه فعلا باراجون يعني شريف. ديو تشون الحارسة بتقول له ان فرصة رجوعه للحياة عالية بعد ما يخلص ال 49 يوم. بعدها الباب بيتفتح وبيدخلوا. فجأة بيلاقوا نفسهم واقفين عند بركان الهلاك، الجحيم الأول، جحيم القتل. الحارس هيوان ماك بيشتكي ان اول محاكمة تبقى القتل، وبيسأله اذا كان فعلا قتل حد. جا هونج بيرد عليه انه عمره ما قتل حد. فداكت شون بيشرح له ان ال7 محاكمات هما الخيانة، العنف، البر بالوالدين، القتل والكسل، الكذب والظلم. وجان جرين بيقول له ان الملك يوميرا هو اللي بيحدد ترتيب المحاكم من الاخف للقتل. جا هونج بيتكلم مع نفسه بيقول انا ما قتلتش حد، بس جان جرين بيقول له ان القتل ممكن يكون غير مباشر، يعني لو تصرفاته في الماضي كانت سبب في موت شخص ده هيتحسب عليه. في الطريق هيوان ماك بيكمل يشرح له شوية عن الجحيم وعن قدرات ديو تشون الخارقة اللي بتقدر تمسح تاريخه وتشوف كل تهمة علشان تدافع عنه. بعدها بيلاقي نفسهم جوه جحيم القتل وبيحاول يساعد الناس اللي هناك، لكن إله القتل بيزعق له لأنه بيتدخل. جان جرين بيقول له يهدى لأن المحاكمة بدأت، وبيقروا عليه الاتهام. النتيجة المساعد بيحكم عليه ب5 سنين سجن، بس جان جرين بيدافع عنه وبيقول إنه أنقذ 8 أشخاص مصابين وما قدرش ينقذ زمايله علشان ده. إله القتل بيقتنع وبيحكم ببراءته. بعدها على طول بينتقلوا للنهر التاني، نهر الكسل، وهناك جان جريم بيشرح له عن المحاكمة الجاية وعن حياته السابقة. داكت شون بتقول إنهم محظوظين علشان مش هيبقى في محاكمة فعلية بعد ما هي تمسح تاريخه، وكل المطلوب إنه يحكي عن حياته. جان جريم بيحذره من المدعين اللي بيحاولوا يثبتوا التهم، وبيقول له إحنا بندافع عنك علشان لما تتجسد ده خير ليك، لكنه بيرد مش عايز أرجع. فبيقولوا له سيبها للعالم الآخر يقرر، وبيشرحوا له كمان إنهم وعدوا الملك يوميرا إنهم لما ينجحوا في إعادة تجسيد 49 روح هم كمان هيتجسدوا. وفجأة الأسماك في النهر بتبدأ تهاجمهم علشان تلتهم الأرواح اللي بتبص عليها. جان جريم بيقول له يعتبر المحاكمة دي زي جولة سياحية، بس يحذر ما يتكلمش كتير مع آلهة الكسل. ولما يوصلوا ديو تشون بتتكلم بدل عنه وبتشرح معنى الكسل، حياة الإنسان النبيل اللي بيضيع عمره في الكسل وعدم الإنتاج، وبتعرض للآلهة حياته كدليل إنه ما كانش كسلان. الآلهة بتنبهر وبتقول للمدعين يبنوا تمثال ضخم على شرفه، لكن لما بتسأله ليه عاش بالطريقة دي بيقول لها علشان الفلوس. فبتتعصب الآلهة وبتعتبره عبد للمال وبتحكم بمعاقبته، والأرض اللي واقف عليها بتبدأ تتحرك. لكن جان جريم بيتدخل وبيعرض عليها مرآة الخطايا، فبتشوف الحقيقة وبتسقط التهمة عنه وبتعلن براءته. بعد ما خلصوا من محكمة الكسل بينتقلوا على غابة السكاكين اللي فيها محاكمة الكذب. وهم ماشيين في الغابة داكت شون بتشرح له ان المحاكمة الجاية بتاعت الكذب، وان الاشجار هنا الفروع بتاعتها حادة زي السكاكين علشان كده سموها غابة السيوف، وبتحذره ان يلمس اي حاجة فيها بدافع الفضول.
فبتقول له كمان لو لمس أي حاجة السيوف دي هتقطعه وتسبب له ألم شديد. بس كيم جا هونج مش بيصدق، فجان جريم بيزقه ناحية الشجرة علشان يفهم، ولما الأغصان بتجرحه فعلا بيصرخ من الوجع. جان جريم بيتعصب عليه وبيقول له إنه عنيد ومش بيسمع الكلام، لا مني ولا من الآلهة اللي قبلها، وإنه لازم يسمع التعليمات وإلا هيتأذى أكتر. داكت شون بتترجاه يطلعه من وسط الأغصان الحادة علشان الألم يقل، وبتقول له إن الجروح في العالم الآخر بتخف بسرعة فما يقلقش. هيوان ماك بيقول له إنه كلهم بيحاولوا يساعدوه، وإن كل واحد فيهم ليه مصلحة في إنه يعدي المحاكم دي. بعدها بيقول له كمان إنه يقدر يزور أمه في الحلم قبل ما يتجسد تاني، وده بيخليه يتفاجئ وبيسأله بجد. فداكت شون بتقول له أيوة، قبل التجسد بتاخد فرصة تقول وداع أخير للي تختاره. أول ما بيسمع كده جا هونج بيقوم بسرعة وبيمسك هيوان ماك من هدومه وبيصرخ باسم أمه، بيترجاهم يشوفها. بعدها بيوصلوا المكان في مراكب علشان يركبوا منها ويكملوا طريقهم. بيركب المركب وكل الناس هناك بتبصله، لكن في نص الطريق بيتعرضوا لهجوم من أشباح الجحيم اللي بيهجموا عليهم فجأة، وكمان الوقت حواليهم بيبدأ يتغير سرعته، بيحاولوا يهربوا منهم بالعافية. ولما بينجحوا الحراس بيشرحوا له ان الاشباح دي ممكن تكون ارواح ناس ماتت وفي نفسها حقد او غل، وده اللي بيخليها تتحول لارواح انتقاميه. جا هونج بيبدا يقلق على امه، فهيون ماك بيطلب من ديو تشون تحط رباط على عينيه علشان ما يشوفش الاشباح دي. وفي الوقت ده جان جريم بيقرر ياخد طريق تاني في العالم الحقيقي علشان يدور على سبب ظهور الارواح الانتقاميه دي، وبيقول لهم لو حصلت اي مشكله استنوني لحد ما ابعت الاشاره علشان احنا مرتبطين مع بعض. في العالم الحقيقي جان جريم بيبدأ يفتش في مكتب كيم جا هونج وبيشوف عيلته جايين يستلموا حاجاته. بعدها بيروح بيته علشان يعرف حصل ايه، وبيشوف فلاش باك للحوادث اللي حصلت قبل موته، وبيخلي نفسه ظاهر قدام امه اللي كانت ما بتتكلمش علشان تقدر تشوفه. لما بتشوفه بتسأله بالإشارة هو مين، فبيقول لها انه واحد جاي يقدم واجب العزاء. الام بتاعته بتحضنه وهو في نفس الوقت بيولع البخور قدام صور ابنها. بعدها بيطلب يقعد لوحده شوية علشان يودع، لكن في الحقيقة بيبدأ يتكلم مع الروح الشريرة اللي في المكان، فبيطلع سيفه وبيطاردها والروح بتهرب من الشباك. في نفس الوقت في العالم الآخر جا هونج بيشيل الرباطة من على عينيه وبيسأل داكت شون لو أمه بخير ولا لأ، بس هيوان ماك بيزعقله وبيقول له يبطل يعمل مشاكل لأن ديو تشون لسه بتمسح تاريخه وبتحضر للمحاكمة الجاية، وبسبب انه شال الرباطة اشباح الجحيم بيرجعوا يهاجموه تاني. فهيوان ماك بيندى على داكت شون تصحى بسرعة. في اللحظة دي ملك الغابة بيظهر وبيسأل ليه الاشباح دي عاملة دوشة في الغابة بتاعته. داكت شون بتقول له ان جان جريم راح للعالم الحقيقي علشان يقضي على الروح الانتقامية اللي مسببة كل ده. وفي العالم الاخر جا هونج بيتهور وبيظهر قدام الملك يوميرا اله المحاكم، وبيكلمه بطريقة غضبانة علشان يعرف مصير امه. فهيوان ماك بيحاول يسحبه بعيد بسرعة، وداكت شون بتترجاه يسامحه. الملك بيقول لهم لو ما قدروش يقضوا على الروح الانتقامية دي هو بنفسه هيتصرف. في العالم الحقيقي جان جريم بيروح المكان اللي أخوه جا هونج كان بيشتغل فيه، وبيسأل زمايله عن مكان جثته، وبيبدأ يعرف إن في حاجة غريبة حصلت. في العالم الآخر بيوصلوا لمحكمة الكذب. الآلهة هناك شكلها بنت صغيرة وبتسأله ليه كتب 98 جواب مزيف للناس وكذب عليهم. هو مش بيعرف يرد، فبتؤمر الجنود يقطعوا له لسانه. بس في اللحظة دي الحراس بينادوا على جان جريم اللي لسه في العالم الحقيقي، وهو على طول بيربط نفسه بديو تشون عن طريق التواصل الروحي. ديو تشون بتبدأ تدافع عنه بنفس الكلمات اللي بيقولها جان جريم هناك، وبتشرح الأسباب اللي خلته يكتب الجوابات دي. الآلهة بتقتنع بكلامهم وبتعلن براءته من تهمة الكذب. بعد ما يخرجوا من المحكمة داكت شون وهيون ماك بيسألوا ليه مصر يشوف أمه، فبيقول لهم إنه عايز يديها الهدية اللي جابها ليها والجواب اللي كتبه بإيده. في الوقت ده جان جريم بيكلمهم من بعيد وبيقول لهم إن أمه بخير وأخوه كمان سليم. جا هونج بيشكرهم وفرحان، بس في اللحظة دي جان جريم بيبلغ باقي الحراس إن أخوه مات وإنه لازم يتصرف بسرعة قبل ما الموت ده يسبب مشاكل في محاكم جا هونج. في العالم الحقيقي جان جريم بيوصل للحقيقة الصادمة، بيكتشف إن أخو جانج هون اللي اسمه سو هونج اتقتل بالغلط وهو في الخدمة العسكرية. اللي قتله كان زميله دونج يون. وبعد كده الضابط المسؤول اللي اسمه بارك غطى على الموضوع علشان الفضيحة. اللي حصل إن سو هونج كان لسه عايش وقت ما دفنوه، بس دفنوه كده برضه علشان يخفوا الجريمة. وبعدها قالوا لأمه إن ابنها هرب من الجيش وإنهم بيدوروا عليه. في نفس الوقت جان جريم بيبدأ يشوف لمحات من ذكرياته القديمة وحاسس إن اللي بيحصل ده مش غريب عليه، كأنه عاش حاجة شبه كده قبل كده. وفي العالم الآخر جا هونج بيكمل في الطريق لمحكمة الظلم، المحكمة اللي بتحاسب الناس على الظلم اللي عملوه. داكت شون
بتقول له إنه بما إنه باراجون يعني شخص شريف المفروض المحاكمة دي تتلغي. بس فجأة الأرض اللي ماشيين عليها من جليد بتبدأ تتكسر وكلهم بيجروا علشان ينجوا. في نفس الوقت في العالم الحقيقي جانج ريم بيشوف كل حاجة حصلت لسو هونج وبيبدأ يحس بالذنب وبيفكر يعمل جنازة حقيقية ليه ويبلغ أمه باللي حصل. لكن هيوان ماك بيعارضه وبيقول له إن سو هونج لازم يتحرق مش يتدفن علشان دي القوانين، وبيسأله هو أنت ناوي تكسر القواعد؟ جانج ريم بيتعصب وبيقول له ما يسألش تاني وبيرجعه للعالم الآخر وبيقول له إن هو بنفسه هيتولى مطاردة روح سو هونج الانتقامية. بعدها التلاتة جا هونج وداكت شون وهيون ماك بيمروا في ممر سماوي طويل لحد ما بيوصلوا لجحيم الخيانة. داكت شون بتشرح له إن الناس اللي بتخون بيتحبسوا في إزاز بيشوفوه من جوه ولما بيتكسر بتتحرر أرواحهم. بتقول له إن آلهة الخيانة جميلة لكنها ما بتسامحش إلا الخيانة الجميلة، يعني الخيانة اللي وراها نية شريفة، فلو الراجل اللي قدامها كان خير أو شريف ممكن تسامحه. في الوقت ده جانج ريم في العالم الحقيقي بيتتبع دونج يون اللي راح يسهر في الملاهي وهناك بيشوف روح سو هونج المنتقمة وبيواجهها. خلال المواجهة جانج ريم بيكتشف إن حقد سو هونج مش على أخوه جا هونج لكن على دونج يون والظابط بارك. بعدها دونج يون بيروح لأم سو هونج وبيقول لها على مكان جثة ابنها علشان تدفنه وبعدين بيحاول ينتحر من تأنيب الضمير، لكن جانج ريم بينقذه بناء على طلب سو هونج اللي وافق يساعده وبيوصل رسالته لزميله اللي قتله. بعد شوية جانج ريم بيرجع للعالم الآخر وبيقابل جا هونج من تاني وبيقول له إنه عارف إنه مرجعش البيت بقاله 15 سنة. جا هونج بيترجاه ما يقتلش روح أخوه وبيقول له أرجوك ساعده بدل ما تمحيه. بعد كده وهم رايحين لمحكمة العنف بيعدوا على صخور لازم ينطوا فوقها واحدة واحدة، ولما بيوصلوا جا هونج بيتحاكم على إنه كان بيضرب سو هونج وهو صغير وإن سو هونج بعدها عانى من سوء تغذية وتعب. المحكمة ما بتسامحوش وبتحكم عليه بالعقوبة، وقبل ما يتنفذ الحكم الحراس بيطلبوا من جانج ريم يتدخل فبيأمرهم يطلبوا محكمة مشتركة. في المحكمة الجاية جحيم العقوق والطلب بيتقبل. في المحكمة دي جا هونج بيعترف بالحقيقة المرة، بيقول إنه زمان بسبب الفقر الشديد كان ناوي يقتل أمه وأخوه وياخد حبوب سم ويموت معاهم علشان يرتاحوا من العذاب، بس أمه كانت صاحية وقتها وشافته وأخوه الصغير سو هونج حاول يمنعه، فجا هونج في لحظة غضب ضربه جامد ولما استوعب اللي عمله خاف وهرب بعيد عنهم وقرر يكرس حياته علشان يبعت لهم فلوس ويعيشهم كويس. في الوقت نفسه في العالم الحقيقي جانج ريم وسو هونج بيروحوا للقاعدة العسكرية اللي كان فيها سو هونج وبيشوفوا أمه وهي بتتعامل معاملة وحشة من الضابط بارك. المنظر بيولع دم سو هونج وبيتحول تاني لروح انتقامية وبيخلق إعصار ضخم في القاعدة، لكن أول ما يحس إن الغضب بتاعه بيأذي أخوه جا هونج في العالم الآخر بيهدى وبيوقف كل حاجة. في المحكمة جا هونج بيتحاكم والملك يوميرا بيحكم عليه بالذنب فعلا وبيكتشف إن في الليلة اللي حاول يقتل فيها نفسه وأمه أمه كانت صاحية وكانت مستعدة تموت علشان ترتاح من التعب. الكلام ده بيكسر قلبه وبيعاد بحرقة، لكن في الوقت ده سو هونج بيساعد جانج ريم وهيون ماك يدخلوا حلم أمه وبيقول لهم الحقيقة، بيقول لها إن هو وأخوه بخير وبيحكي لها عن كل اللي حصل. الأم بتقول إنها كانت مسامحة جا هونج من زمان وما كانتش شايلة منه حاجة بسبب إن في قانون في العالم الآخر بيقول الذنوب اللي اتغفرت في الحياة ما ينفعش تتحكم عليها في الموت. المحكمة بتعلن براءة جا هونج وبتسمح له بالتجسد فورا. جا هونج بيبتسم للحراس وبعدين بيختفي وهو مرتاح. في العالم الحقيقي جانج ريم بيأمر هيون ماك ياخد سو هونج للعالم الآخر وبيقول له انت مش روح انتقامية خلاص، انت بقيت برجون شريف، وبيوري له البطاقة اللي بتأكد ده. لكن فجأة جانج ريم بيلاحظ ان الملك يوميرا كان بيتدخل في قضيته من البداية فبيقرر يواجهه بنفسه وبيختار سو هونج يكون آخر روح في الرحلة قبل ما هو وباقي الحراس يتجسدوا من جديد. وفي اللحظة دي الفيلم بينتهي وفي النهاية كيم جا هونج أخيرا بيتجسد من جديد بعد ما مر بكل المحاكم دي واتغفر له كل ذنوبه بعد ما عرفنا قد ايه كان قلبه طيب وندمان على اللي عمله. اما سو هونج فبعد ما كان روح انتقامية اتحول لروح بريئة ومستعدة تبدأ من جديد، والحراس نفسهم خلصوا مهمتهم واستعدوا للرحلة اللي بعدها في العالم الآخر. وبالمناسبة يا جماعة كل اللي شفناه في القصة دي مجرد خيال من صناع الفيلم مش حقيقي ولا ليه أي أساس ديني. فكرة إن في محاكم بعد الموت دي خرافة رمزية عملوها علشان يوصلوا رسالة عن الغفران والتوبة وإن كل إنسان في الآخر بيتحاسب قدام ضميره قبل أي حد. يعني ما تاخدوش الأحداث دي كواقع، هي مجرد قصة خيالية بتخلينا نفكر في حياتنا ومواقفنا. وشكرا إنكم كملتوا معانا للنهاية. استنوني في الملخصات اللي جاية وسيبوا لي رأيكم في الكومنتات. لو كانت لكم فرصة تعيشوا يوم واحد في العالم الآخر كنتوا هتختاروا تشوفوا مين؟ سلام.